شايفك كده واقفه تايهه ليه؟ انا اصلي على النبي. انا عندي حاجه اسمها المرطايه، لو تسمع عنه في العار، وعندي السكر وعندي الضغط، ولو مش مصدقني العلاج هنا هو اوريهولك وتقراه. واحنا بنبحث في الشارع لقيتك تايهه عشان كده نزلت لي. الله يسترها معاك يا ابني، تايهه من اللي انا فيه والله. وليا ابني متوفي عنده 32 سنه، ماشي، بقاله سنه واربع اشهر. انت عندك اولاد غيره؟ معايا بيت، ماشي، بس دي متجوزه عشان اكون صريحه معاه. ابنك اتوفى؟ ليا ابني ومتوفي ومعايا عيل تاني معايا. الله يرحم اللي توفى وربنا يحفظ اللي باقي. يا رب. احنا بنسال اسئله دينيه واللي بيجاوب معانا بياخد جايزه ماليه. جاهزه معانا؟ جاهزه معاه. من هو الصحابي الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار اثناء الهجره؟ ابو بكر الصديق. ما شاء الله، اجابه صحيحه. ايوه. انت كده بتكسبي معانا جايزه ماليه اللي هي برنامج جبر الخواطر. اتفضلي معانا. بص حضرتك بقى، معلش، قسما بالله انا ما بكذب عليك. لما تيجي هنا اي قبل كده بعد كده انا ساكنه، ادي اول حاجه، ساكنه ب1500، مش هكذب عليك، ماشي. واللهم صل على النبي، بدفع نور وميه برضك، ودي اللي بتاع كان ولا اي حاجه، قسما بالله يا ابني. رحت اعمل معاش اللي هو بتاع اللي هو الكرامه اللي انت بتقول عليه دي، والله ما حصل، ولا باخد ولا معاش ولا اي حاجه خالص. طيب احنا هننزل لك مره ثانيه وعرفنا مكانك وان شاء الله ننزل لك مره. الله يسترك، ستر ما ينكشفش، العمر اللي تعيشه على وش الدنيا دي. الفقره دي احنا صورناها، تحب تذاع؟ ايوه زي عادي، ما انا على قد حالي برضك عادي. احنا طالبين منك طلب واحد وهو دعوه بظهر الغيب لراعي البرنامج فاعل الخير. عايزين دعوه منك له. إليه يسترها معاكم وينجيكم من كل شر وغم يا رب، في طريقكم وفي عافيتكم وفي كل حته تخطوها يا رب، ويسترها معاكم دنيا واخره يا حبايبي، يهدلكم حالكم وانتوا اللي زيكم يا رب، ويوسعها عليكم ربنا، ويديكوا على قد نيتكم. شكرا. الله يسترها معاكم يا حبايبي.